السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا القضيه ديال اشرف حكيمي، ولكن قبل ما ندخلوا في الفيديو ديالنا ما كرهتش دير لي هذيك لايك واشتراك بطبيعه الحال الا ما كنتيش مشترك. دعمني باش الفيديوهات ديالي يطلعوا لاكثر عدد من الناس، بحكم انني مابقيتش كنلوح فيديوهات فالفيديوهات ديالي مابقاوش كيطلعوا. ودابا ندوزو للموضوع ديالنا. باقي ما ساليناش من القضيه ديال سعد المجرد حتى خرج لينا البلان ديال اشرف حكيمي، واللي قالوا واقع عليه نفس البلان اللي واقع سعد المجرد ومتهم بقضيه اغتصاب. وهنا بديت نشك كيفاش هاد البلان، واش المشاهير المغاربه ولاو مستهدفين؟ علاش بالضبط هما وماشي مشاهير وحدين اخرين؟ ولا حيت ساهلين وسهل تثبت عليهم الجرم والقضاء الفرنسي كينحاز للضحيه، خصوصا اصحاب الجنسيه الفرنسيه. تبع معايا مزيان باش تفهم القضيه وشنو طاري. نهار السبت خرجت صحيفه فرنسيه سميتها باريزيان، وكانت هي اول صحيفه كتناول الخبر عبر مقال على اشرف حكيمي وعلى الحادثه. والمقال جا فيه باللي كاينه واحد الشابه في عمرها 23 سنه بلغات الشرطه بحادثه الاعتداء الجنسي. ركزوا معايا في كلامي مزيان حيت قلت بلغات وما قلتش قدمات الشكوى، لان في القانون الفرنسي كاين فرق. ولكن يا سيدي المكتب المدعي العام الفرنسي قرر يشد الملف، واخا هاد الشابه رفضات تقدم الشكوى. بمعنى شوف انا جيت هنا نقول لكم راني تعرضت للاغتصاب ولكن راني ما باغاش نقدم الشكوى. وهنا البلان في شكال شويه بحال اللي مشات عند البوليس وقالت لهم شوفوا انا راه جيت نقول لكم ونديرها لكم في راسكم بانني راني تعرضت للاغتصاب ولكن راني ما باغاش نقدم واحد الشكوى. المهم دابا انا درتها لكم في راسكم وانتوما دبروا راسكم شوفوا شنو غادي ديروا. ودابا هذا البلان هذا ما يجيكش في شكل ويقولوا لي كيفاش غادي تفهم ليك هذه القضيه. ناض المدعي العام قال لها لا لا لا، الا كنتي انت ما باغاش تقدمي شكوى حنا غادي نسهروا وغادي نجيبوا لك حقك. بغاو يصونوا الشرف زعما، مع العلم ان دوله فرنسا معروفه بالانحلال الاخلاقي والفساد والفجور. في اوروبا بالضبط كيسبوهم بهذه القضيه هذه. ولا ناض شي نقاش ما بين شي فرنسي وشي واحد من جنسيه اخرى تيقول لي انت سير عرف بعدا باك شكون هو، بمعنى انهم راه كثيرين العلاقات الجنسيه. وكتلقى واحد هو وحده ما مجوجين ما والو والدين ثلاثه الاولاد، يعني داكشي عندهم عادي. ورغم ان الاوروبيين اللي هما في نفس المنطقه الجغرافيه فهما تيستنكروا هذا الشيء. رجعوا للقضيه ديالنا. القضيه بدات في 16 يناير من هذا العام بالضبط، وقال لك اسيدي تعرفوا عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي وبالضبط الانستغرام. تعرفوا عن طريق الانستغرام. دابا في نظركم واش هذه النقطه هذه منطقيه؟ بحكم ان الانستغرام ديال حكيمي عنده 16 مليون متابع، فكيفاش هو غادي يشوف الرساله ديالها من وسط هذه الكميه ديال الرسائل اللي كيوصلوه؟ الا ما قلناش بعدا ان الحسابات ديال المشاهير على الانستغرام راه اللي كيسيرهم شركه ماشي شخص، بحكم ان الانستغرام عنده واحد المدخول اللي هو ضخم. وهذا الشيء علاش خلى المشاهير كيعطيو الشركه هي اللي تكلف لهم به. نفوتوا هذه النقطه هذه ونكملوا القصه ديالنا. قال لك من بعد ما تواصلت معاه وعبر العديد من الرسائل اللي كانت بيناتهم، قال لك في هذا الشهر اللي فات في فبراير وبالضبط نهار السبت مشات عنده للدار ومشات عنده في اوبر، واللي شد ليها هاد الاوبر هذه من التطبيق هو اشرف حكيمي بنفسه. من بعد جات عنده للدار ديالو اللي في باري. نفس القصه كتعاود. حقا مشيت معاه للدار، دخلت معاه، تبادلنا القبال، تبادلنا الاحضان، وشويه هو بدا كيحيد في حوايجه، ولكن انا غيرت الراي ديالي وما بغيتش ودفعته برجلي وهربت. ولكن بخصوص هذه النقطه هذه عجبني واحد اللي كيداو له مجموعه ديال الصفحات اللي هو كيفاش قدرت تهرب من احسن ظاهر في العالم. حسب كلام المشكيه اشرف حكيمي الاخوان كان كيحاول يتقرب ليها وهي تهرب ليه. ناري على بلان الخوت، هربت من اسرع ظاهر في العالم. المهم راه غير من باب المزحه، اشرف حكيمي بريء وما داير حتى حاجه. المهم نكملوا القصه ديالنا. قال لك اسيدي دفعاتو برجليها وهربات. وهنا فين كيبان لي انهم كيتلاعبوا على القانون، بحال السؤال اللي طرحاته القضيه على سعد المجرد. قالت ليه واش عاودتي سولتيها واش هي باغا؟ حتى كيفاش هي شاده طاكسي وجايه عنده للدار ودخلات معاه وتبادلات معاه القبل والاحضان وغادي يسولها واش باغا؟ يعني من بعد هذا الشيء كامل وما باغاش. ودابا باش تدخل شويه دراما للقصه ديالها وتلعب دور الضحيه، وباش تلعب على الوتر الحساس خاصها تدخل شي تعابير وشي كلمات كتدل على انها ضحيه. وهنا غادي تقول لهم بعد ما هربت، من بعد ما دفعته برجلي وهربت، صيفط رساله للصديقه ديالي وجات عندي. يعني الصديقه ديالها جات لعندها باش تواسيها في واحد المحنه، وبان ديك المحنه راه اثرت عليها نفسيا وخاصها السند. يعني هي كتحاول توصل واحد الرساله بهذا التعبير هذا بهذه الطريقه اللي قلت لكم انا. ولكن باش غادي نزيد نسطيكم اكثر، هي مني مشات لمخفر الشرطه قلت لهم حقا راه واخا دفعته قبل ما يحيد السروال ولكن هو راه تعدى عليا قبل ما يحيد السروال. انت كي درتي لها حتى كيفاش تعدى على قبل ما يحيد السروال؟ وانا بعدا والله ما فهمت وما دخلناش هي العقل كيفاش ان هاد السيده شاده طاكسي وغادا عنده للدار وقالت في البدايه تبادلنا قبال
والاحضان، ولكن هو بغى يتعدى عليا، ولكن انا ما بغيتش بدل الراي ديالي وهربت منه. ولكن واخا هربت منه راه تعدى عليا قبل ما نهرب منه. فهمت السطه. ما عليناش، ندوز للاقارب والمقربين ديال اشرف حكيمي. المحيط والاقارب ديال اشرف حكيمي كياكدوا بالبراءه ديالو من تهمه الاعتداء الجنسي اللي موجهه ليه هاد الشابه هادي. اكدوا باللي ان اشرف هادئ وبحال اللي ما مسوقش كيف كنقولوا، ولكن ما كيعجبوش اشنو كتنشر الصحافه وكيفاش كتحاول توسخ السمعه ديالو. وهذا راجع للاصل ديالو انه عربي مغربي. وكذلك ذكرهم بالواقعه ديال داك الصحفي العنصري اللي كان اساء ليه من قبل، وصفوه بالكلب تاع مباب فقط لانهم اصدقاء وكيتشاركوا اي حاجه. وهما هادشي ما تقبلوش. كيفاش النجم ديالهم الاول الفرنسي يكون مصاحب مع مغربي؟ هنا غادي نطرحوا واحد السؤال بريء ونتمناو نلقاو الاجابه ديالو. واش النجوم المغربيه ولات مستهدفه من قبل الدوله الفرنسيه؟ وهذا الشيء راجع للعداء اللي بين الدولتين، وبدات كتصفي الحسابات ديالها وكتنتقم عن طريق اصطياد النجوم المغربيه. كلشي كيعرف باللي المغرب ما بقاش حان الراس لدوله فرنسا ولا كيعاملها ند للند. وهذا الشيء ما عجبش اصحاب العيون الزرقاء، بل اكثر من هذا الشيء ولا كيزاحمهم في السوق الافريقيه وتغلب عليها اكثر من سوق، زائد جرى ليها على الشركات ديالها من المغرب. ايضا المشاريع اللي كانت كدار في المغرب وكتحتاج لشركات خاصه لانتاج هذه المشاريع، فكانت الشركات الفرنسيه كتدخل بصفه تفضيليه وكانت هي الاولى او هي اللي كتحظى بالافضليه باش تقوم بهذه المشاريع. اما الان فالمغرب ولا كيعتمد على الشركات الصينيه، وكذلك المغرب كيتجه الى اعتماد اللغه الانجليزيه بدل اللغه الفرنسيه. ولا ان هذه القضايا هذه ما عندها علاقه بهذا الشيء، ولا ان القانون الفرنسي فيها ثغره هذه، والفرنسيات كيستغلوا هذه الثغره هذه باش يصيدوا المشاهير وكيستهدفوا المشاهير المغربيه على اساس انهم لقمه صائغه، اي انهم ساهلين يتشدوا لهم. وبحكم انهم كيكونوا متعدين الجنسيه والاصل ديالهم مغربي، فالقانون الفرنسي كينحاز للضحيه. والهدف طبيعه الحال هو الحصول على مبالغ ضخمه اللي غتخدم حياتها كامله وما تقدرش تجمعهم. بمعنى الا مشات تربحات القضيه فراه ما غاديش تقدر تخدم حياتها كامله، بمعنى انها الا مشات وجهات التهمه لاحد المشاهير فراه ما تقدرش تخدم حياتها كامله وضمنات مستقبلها الا ربحت القضيه، والا فهي ما عندها حتى شي ربح او هدف انها توجه التهمه لواحد حازق في فرنسا ما عندها ما تصور منه. مع العلم ان نسبه التحرش في الدوله الفرنسيه مرتفعه بزاف، ورغم هذا الارتفاع هذا ديال نسبه التحرش في الدوله الفرنسيه مقارنه مع القضايا فهو مقلال وقليل فين تيتم التبليغ عليهم. كما انه لا يعقل ان لاعب كبير دوز بزاف ديال الفروق في مختلف الدول وفي مختلف البلدان، بدايه باسبانيا ثم المانيا وبعدها ايطاليا، ويجي حتى لفرنسا ويتهموه بالاعتداء الجنسي. لو كان حقا فيه هاد الصفه هذه وهاد النزوه هذه ديال الاعتداء كانت غادي تبان على الاقل اما في المانيا او الا ما بانش في اسبانيا. ولحد الان اللي كيتسجل فيه هاد الفيديو مازال ما كاين والو، وراه مجرد تحقيقات. شحال من لاعب دولي سابق تهموه بالاعتداء وفي الاخير خرج براءه، ونتمناو اشرف حكيمي حتى هو يخرج براءه، رغم انه في التصريحات ديالو كيبان مرتاح ومعليش شي ضغط وقال انه مستعد يمتثل امام القضاء. المهم وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. ما كرهناش تخليو لنا في تعاليق شنو رايكم في هذه القضيه هذه، وشنو رايكم في اللي طاري المشاهير المغربيه في هذه الاونه الاخيره.